السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة نسمة. النهاردة هنكمل حل باقي محافظات العلوم للصف الثاني الإعدادي. النهاردة هنحل محافظة بني سويف. أول سؤال معانا بيقول: أكمل العبارة التالية. تسمى عناصر المجموعة 7A B حيث تتحد مع نقط مكونة الأملاح. عناصر المجموعة 7A بتسمى بالهالوجينات اللي بتتحد مع الفلزات مكونة أملاح. يبقى عناصر المجموعة 7A بتسمى بالهالوجينات بتتحد مع الفلزات مكونة أملاح. 2. من أمثلة الطيور المنقرضة طائر الدودو. ومن أمثلة الثدييات المنقرضة قديما الماموس. 3. أكبر كثافة للماء هي 1 جرام على سنتيمتر مكعب، وذلك على درجة حرارة كام؟ على درجة حرارة 4 درجة مئوية. يبقى أكبر كثافة للمية 1 جرام على سنتيمتر مكعب، وبتكون الكثافة دي عند درجة حرارة كام؟ عند درجة حرارة 4 درجة مئوية. 4. بتتكون الشوب بتتكون في الميزوسفير، وتوجد طبقة الأوزون بتوجد في الستراتوسفير. ب بيقولي: عنصر يقع في الدورة الرابعة والمجموعة 1A، حدد التوزيع الإلكتروني ليه، العدد الذري للعنصر، والفئة، ونوع أكسيده. ازاي وانا عندي معلومتين بس اللي هما الدورة الرابعة واللي هو في المجموعة 1A اقدر اجيب كل المطالب اللي هو عايزها في الدورة الرابعة؟ يعني الدورة الرابعة كنت عشان اجيب رقم الدورة كنت بعمل ايه؟ كنت بعد عدد مستويات الطاقة. يبقى الدورة الرابعة معناه اللي عندي 4 مستويات طاقة. عندي 4 مستويات طاقة، العنصر دوت ليه 4 مستويات طاقة. المجموعة 1A، واحنا كنا بنجيب المجموعة كنا بنعرفها ازاي؟ اخر مستوى طاقة العدد بتاعها بيدل على المجموعة. يعني لو اخر مستوى طاقة كان 2 يبقى المجموعة 2A، اخر مستوى طاقة كان 1 زي هنا يبقى المجموعة 1A، يبقى اخر مستوى طاقة هنا هيكون 1. نملى اللي قبل كده ازاي؟ هو اول مستوى طاقة معروف اللي هو ب2، وتاني مستوى طاقة بيتشبع ب8، وتالت مستوى طاقة ب8، وهنا مجموعة 1A قال لي اللي هي بواحد، اللي بيبقى المستوى الطاقة الأخير ب1. يبقى الدورة الرابعة معناها ان انا عندي 4 مستويات طاقة، والمجموعة 1A يبقى المستوى الطاقة الأخير ب1. عايزة أملى بقى المستويات اللي قبلها. المستوى الأول بيكون ب2 بيتشبع ب2، المستوى التاني والمستوى التالت كل واحد فيهم بيتشبع ب8. كده أنا جبت التوزيع الإلكتروني. العدد الذري كام؟ العدد الذري 2 و8 10، و8 18، و1 19، يبقى العدد الذري للعنصر ده 19. الفئة 1A يبقى الفائس، 1A يبقى الفائس. نوع أكسيده فائس أكسيدها بيكون ايه؟ بيكون فلزي أو بيكون قاعدي. يبقى فلزي يعني بيكون عنصر فلزات، فالنوع الأكسيد بيكون قاعدي. يبقى أنا جبت التوزيع الإلكتروني وجبت العدد الذري وجبت الفئة وجبت نوع الأكسيد. جيم: احسب درجة حرارة على قمة جبل ارتفاعه 6 كيلومتر إذا علمت درجة الحرارة عند سفحه 30 درجة مئوية. نوع المسائل ده حليناه في كذا محافظة قبل كده. هنعمل ايه الأول؟ هنجيب مقدار التغير في درجة الحرارة. مقدار التغير في درجة الحرارة بيساوي ايه؟ بيساوي الارتفاع في 6.5. ارتفاع عطاهولنا ب6، يبقى 6 في 6.5 ب39 درجة مئوية. لكده هنجيب المطلوب اللي هو عايزه اللي هو درجة الحرارة عند القمة. درجة الحرارة عند القمة بتساوي درجة الحرارة عند السفح ناقص مقدار التغير في درجة الحرارة. درجة الحرارة عند السفح بكام؟ هو عطاهالنا ب30 درجة مئوية، ناقص مقدار التغير في درجة الحرارة احنا لسه جايبينه اللي هو ب6 في 6.5 ب39، يبقى 30 ناقص 39 بسالب 9 درجة مئوية. ده درجة الحرارة عند القمة والمطلوب اللي هو عايزه. 2. اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة من العبارات الآتية. 1. نوع من التجاذب الإلكتروستاتيكي ينشأ بالجزيئات المركبات التساهمية مثل الماء، ده تعريف الرابطة الهيدروجينية. 2. فلز انتقالي مشع يستخدم في حفظ الأغذية. الفلز ده هو فلز الكوبالت 60 المشع، هو فلز انتقالي مشع بيستخدم في حفظ الأغذية. 3. جزيء بيتكون من اتحاد ذرة عنصر
مع جزيء من نفس العنصر، ده الأوزون أو O3. 4. المسار اللي بتسلكه الطاقة عند انتقالها من كائن حي إلى كائن حي آخر. مسار بتسلكه الطاقة عشان تنتقل من كائن حي لكائن حي آخر بسميه السلسلة الغذائية. ب. صوب ما تحته خط. 1. يوجد بين ذرات الماء روابط. بين ذرات المية في روابط تساهمية أحادية مش روابط أيونية. 2. ارتفاع معدل الإصابة بسرطان الكبد بسبب زيادة تركيز الزئبق في مياه الشرب. لا، ارتفاع معدل الإصابة بسرطان الكبد بسبب زيادة تركيز الصرنيخ في مياه الشرب مش الزئبق. 3. يعتبر السيكس من النباتات المهددة بالانقراض. لا، مثال نبات مهدد بالانقراض نبات البرد. 4. حفرية الأمونايت تدل على البيئة المعاصرة لتكوينها كانت بحار صافية. لا، الحفرية اللي بتدل ان البيئة المعاصرة ليها كانت بحار صافية هي حفرية المرجان، مش حفرية الأمونايت، حفرية المرجان. ج. اذكر معنى الاختصار UV. اختصار UV ده اختصار للأشعة فوق البنفسجية. الأشعة فوق البنفسجية اختصارها UV. 3. اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين. عدد إلكترونات مستوى الطاقة الخارجي في أيون عنصر عدده الذري 13. عايز عدد الإلكترونات في مستوى الطاقة الأخير في أيون عنصر عدده الذري 13. نخلي بالنا كويس من كلمة أيون مش العنصر، مش عايز المستوى الطاقة الأخير في العنصر، عايز مستوى الطاقة الأخير في الأيون. الأول هنجيب التوزيع الإلكتروني للعنصر. هو عطينا عدد الذري 13، يبقى 2 8 3. كده جبت العدد الذري، التوزيع الإلكتروني للعدد الذري 2 8 3. والأيون، أيون يعني بيفقد أو بيكتسب. هنا هو عندي هنا فلز لأنه آخر مستوى الطاقة الأخير 3، يبقى بيفقد إلكترونات، يبقى ال3 دي هيفقدها. كده جبت التوزيع الإلكتروني للأيون، فهيبقى 2 8، يبقى مستوى الطاقة الأخير فيه 8 إلكترونات. 2. أكبر العناصر في الحجم الذري. أكبر العناصر الحجم الذري في الصوديوم والبوتاسيوم والفلور والسيزيوم هو السيزيوم، أكبر العناصر من حيث الحجم الذري. 3. بيستخدم في تحديد ارتفاع التحليق في الطائرات. اللي بيستخدم في تحديد ارتفاع التحليق في الطائرات هو الألتيميتر. 4. من الأنواع المهددة بالانقراض. الأنواع المهددة بالانقراض الخرتيت. اذكر الرقم الدال على العدد الذري لعنصر بيلي العنصر X7 في نفس المجموعة. عشان أجيب عنصر بعد العنصر اللي عندي في نفس المجموعة بجمع على العدد الذري للعنصر اللي عندي 8، فالعدد الذري للعنصر اللي عندي 7، وانا عايزه اجيب العنصر اللي بعده في نفس المجموعه، يبقى 7 زائد 8 15، يبقى ده العدد الذري للعنصر اللي هو طلبه. سمك طبقه الاوزون. سمك طبقه الاوزون 3 ملم. 3. حجم الاكسجين في فولتمتر هوفمان عندما يكون حجم الهيدروجين 12 سنتيمتر مكعب. حجم الاكسجين بيكون نص حجم الهيدروجين، يبقى نص ال 12 6 سنتيمتر مكعب، يبقى حجم الهيدروجين الاكسجين بيكون نص حجم الهيدروجين. حجم الهيدروجين عندي 12، يبقى حجم الاكسجين 6 سنتيمتر مكعب. عدد فئات الجدول الدوري الحديث. عدد فئات الجدول الدوري هم 4 فئات. ج. علل لما يأتي. يتأثر النظام البيئي البسيط بشدة عند غياب أحد أنواع الكائنات الحية الموجودة به. ليه النظام البيئي البسيط بيتأثر بشدة عند غياب أحد الكائنات الحية الموجودة فيه؟ لأن النظام البيئي البسيط قليل الأنواع، وبينتج عن ده عدم وجود بديل بيحل محله. يبقى لأن النظام البسيط قليل الأنواع وبينتج عن ذلك عدم وجود بديل يحل محله. 2. تدل الحفرية المرشدة على عمر الصخور الرسوبية. علل ليه بتدل الحفرية المرشدة على عمر الصخور الرسوبية؟
لأن عمر الصخور بيكون من عمر الحفريات المرشدة الموجودة بها. 4. ضع علامة صح أو علامة خطأ أمام العبارات التالية. 1. يقع عنصر الهيليوم اللي عدد الذري 2 في المجموعة التانية في الجدول الدوري الحديث. عنصر الهيليوم ده من العناصر الخاملة. العناصر الخاملة بتوجد فين؟ بتوجد في المجموعة 18، يبقى العبارة دي خاطئة. 2. حزامي فان ألاين يحميان كوكب الأرض من الأشعة الكونية الضارة. صح. 3. الحياة ظهرت أولا على اليابس ثم انتقلت إلى البحار. غلط. 4. تدل حفرية الصرصخيات أن البيئة المعاصرة لتكوينها كانت بيئة استوائية حارة ممطرة. صح. ب. اذكر مثالا واحدا لكل من. عنصر لا فلزي بيستخدم في حفظ قرنية العين هو النيتروجين المسال. النيتروجين المسال بيستخدم في حفظ قرنية العين. 2. حفرية طابع. مثال حفرية طابع السمكة. 3. عنصر تستخدم شرائحه في صناعة أجهزة الكمبيوتر. عنصر السيليكون. 4. طبقة بتنظم درجة الحرارة على كوكب الأرض هي التروبوسفير. التروبوسفير هي اللي بتنظم درجة الحرارة على كوكب الأرض. ج. اكتب المعادلات الكيميائية الموزونة الدالة على تفاعل كل من. أكسيد المغنيسيوم مع المية. أكسيد المغنيسيوم MgO مع المية H2O هيديني هيدروكسيد المغنيسيوم. Mg اللي هي المغنيسيوم ثنائي وال OH أحادي، فالتكافؤ الثنائي هيروح لل OH. 2. الكلور مع محلول بروميد البوتاسيوم. الكلور Cl2 محلول بروميد البوتاسيوم اللي هو KBr هيدي كلوريد البوتاسيوم زائد البروم. وهوزن المعادلة بأن هنا عندي تكافؤ كلور ثنائي تكافؤ البروم ثنائي، فدي معروفة. فهنا الكلور دخل ب2 وهنا طلع ب1، فاحط هنا 2 عشان اوزن المعادلة. وهنا هتبقى البوتاسيوم طلعت ب2 فاحط هنا 2 عشان اوزن المعادلة. بقى كده المعادلة موزونة. من هنا نكون خلصنا حل المحافظة. لو اي سؤال اكتبه في التعليقات وانا هرد عليه، واي استفسار في المحافظة او سؤال واقف معاكم، وان شاء الله هنكمل حل باقي المحافظات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.